شكون هو بشار الأسد؟ قصة بشار الأسد مع ولادته في دمشق في 11 سبتمبر 1965، حيث كان الابن الأصغر للرئيس حافظ الأسد. دراسته الطب في جامعة دمشق والتخرج في عام 1988، ثم انتقل إلى لندن لاستكمال دراسته في طب العيون. بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة، استدعي بشار إلى سوريا لتولي دور باسل وارثا واضحا. التحق بالأكاديمية العسكرية وتولى مسؤولية الوجود العسكري السوري في لبنان في عام 1998. في يوليو 2000 انتخب بشار الأسد رئيسا لسوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد. في البداية نظرت إليه العديد من الدول على أنه مصلح محتمل، ولكن بعد أن أمر بالقمع والحصار العسكري لمتظاهري الربيع العربي في عام 2011، أدت هذه الأحداث إلى الحرب الأهلية السورية. خلال الحرب الأهلية السورية اتهم الأسد بارتكاب جرائم حرب، وأدرج في قائمة لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين حكوميين ومتمردين، ثم تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2014. رغم ذلك فاز الأسد بالانتخابات الرئاسية في عام 2014 وحصل على 88.7% من الأصوات، وظل لمدة 12 عاما وهو في حكم سوريا. إلى حد الآن قد اختفى عن الأنظار، ولا أحد يعرف ويعلم أين قد ذهب بشار الأسد. سوريا لوحدها في الواجهة. لقد أصبحت سوريا الآن تشهد تطورات سريعة في الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2011. في 7 ديسمبر 2024 دخلت قوات المعارضة السورية منطقة ريف دمشق في الجنوب، وأصبحت على بعد 20 كيلومترا من العاصمة دمشق. وتقدمت القوات المعارضة في الشمال وهاجمت مدينة حمص، وبلغت المعارضة على بعد 10 كيلومتر من دمشق، بينما انسحبت القوات الموالية للحكومة من عدة بلدات في ريف دمشق. ونفت وزارة الدفاع السورية الانسحاب من الواقع القريبة من العاصمة دمشق. كما أعلنت قوات المعارضة السورية بدء المرحلة النهائية لتطويق العاصمة دمشق بعد سيطرتها على بلدة الصنمين القريبة من المدخل الجنوبي لدمشق. وبدأت المعارضة بتطويق العاصمة دمشق من الجنوب. فيما يتعلق بالحكومة، من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا من قبل المعارضة السورية عقب السيطرة على دمشق وانهيار حكومة الأسد. سوريا لوحدها في الواجهة. برأيكم أين ذهب بشار الأسد؟